شفت اللي حصل لمانشستر يونايتد؟ هنحكي شوية عن مانشستر يونايتد وبعد كده هنقول انواع مشجعين، فخليك معايا للاخر. تعال. مانشستر يونايتد كبير انجلترا، اعرق نادي في تاريخ المملكة، صاحب الارقام القياسية والبطولات المحلية والاوروبية. ده جايبها من تحت قوي. الماسورة اللي طفحت علينا الكائن الحمدوني اللي تغلغل وانتشر وتكاثر واحتل العالم، ما بين المجد الكروي وقاع صفيحة الزبالة، ما بين السير أليكس فيرجسون وبوحة الصباح. سعادتك بتكلمني؟ اكتر من حقق الدوري الانجليزي بمسماه القديم والجديد، اكتر من حقق درع المجتمع الانجليزي، 13 كاس الاتحاد الانجليزي، 3 دوري ابطال كتاني نادي في انجلترا بعد ليفربول. احنا جامدين قوي. ايه اللي حصل لمانشستر يونايتد؟ انا مش هدعي واقول اني متابع كوره من ايام الاحتلال الانجليزي، ولا مهتم باللي متابع مانشستر يونايتد من ايام رمسيس الثاني، او حتى المشجعين اللي بيدعوا انهم مشجعين قدام. خلينا واقعيين في المساله دي، فمش هنحدف لورا خالص، خلينا نتكلم من اول ما وعينا على الكوره ومانشستر يونايتد. انا واللي من جيلي والجيل اللي اصغر مني، عندي 29 سنه بالمناسبه، للمشككين واعداء النجاح اللي قالوا عني مواليد 2010، ده بلاغ كيدي غرضه اثاره البلبله، خلي بالك. المهم، انا وجيلي والجيل اللي اصغر مني وعينا على اسطوره حيه اسمها أليكس فيرجسون، واحنا صغيرين كان ابعد عن ما يكون اهتماماتنا في الكوره هم المدربين. بس أليكس فيرجسون كان مدرب فاجر لدرجه ان كل الاطفال في وقتها عارفين اسمه قبل حتى ما يكون في سوشيال ميديا. ده شقاوة قديمة ده. يعني كان في مدربين عمالقه زي مورينيو اللي واخد ابطال مع بورتو، ارسن فينجر صاحب الدوري الذهبي مع ارسنال، رافا بينيتيز صاحب الريمونتادا التاريخيه مع ليفربول. بس لا، ما كانش في حد مسمع على الاقل في الدايره اللي انا كنت فيها غير أليكس فيرجسون، واللي عامله مع مانشستر يونايتد كان فريق جبابره مفيش مركز فيه الا ويشغله اسطوره، لعيبه زي فاندر سار وناني وبراون وإفرا وبارك وسكولز وروني وجيجز وغيرهم كتير. سيطروا على انجلترا شرق وغرب، اكلوا الاخضر واليابس. فريق متكامل بلعيبه اسطوريه بمدرب اسطوري. ربنا يكرمه يا رب يا رب. 3 عناصر تخلي اي فريق ناجح فوق الوصف، وصولا لاكتشاف كريستيانو رونالدو وتثبيته في الفريق كخط وسط، ثم بعد كده قلب جناح بعد استغلال مهاراته وسرعته وحسه التهديفي، اللي للاسف طلق علينا ماسوره صرف صحي انفجرت وخرجت لنا الكائن الحمدوني اللي تكاثر واحتل العالم. ومع كريستيانو رونالدو اليونايتد سيطر اكتر وكسب دوري ابطال في 2008، وبعد كده رونالدو خلع على الريال. بس النادي ما وقعش بعد كريستيانو، كان لسه ثابت لسنين تانية وكسب 3 دوري بعد كريستيانو، اخرهم كان في 2013. طيب، في كذا عنصر بيحصل لاي نادي بيقع فنيا وينزل للقاع. ايه العناصر اللي حصلت في مانشستر يونايتد وصلته للمستوى ده؟ يعني مثلا عنصر الفلوس، هل اليونايتد دلوقتي شحاتين متسولين حراميه نصابين؟ وقع ماديا يعني زي برشلونه حاليا؟ والنبي يا كيف كده، والنبي يا عمي، وهي صوتك يا كيف. ابدا، ده معاهم فلوس معفنه، ومن اكتر الانديه اللي بتصرف كل ميركاتو ببذخ، ومن اغنى 3 انديه في العالم رغم ان مفيش دول بتديهم اموال زي السيتي ونيوكاسل. في عنصر تاني اسمه المرحله الانتقاليه، زي ما حصل مع AC ميلان اللي فضل مصمم على لعيبته من غير ما يهتموا بالمواهب الشابه والاكاديميه لحد ما النادي اتدهور واتهلفت. برضه لا، مانشستر يونايتد كان دايما محطه مهمه لاي لاعب شاب، وكانوا بيجيبوا مواهب كتير ليهم. طيب، هل عنصر الاداره هي السبب؟ هنا اقدر اقول لك على حسب علمي ان الاداره فعلا كان سبب رئيسي للهلفته دي. طيب، ايه اللي حصل يخليك بعد ما كان عندك راين جيجز وسكولز ورونالدو تلعب باشباه لعيبه زي فيلايني ومختريان وفالنسيا، وان اهم موهبه عندك كانت مارسيال، واهم لاعب عندك ماركوس راشفورد، يعقوب قمر الدين ديبيازا، خالد كشميري، خضر كرويته؟ حاجه في منتهى الوضاعه الكرويه. المشكله بدات باعتزال السير أليكس فيرجسون، رغم انه كان عبقري وحقق انجازات لمانشستر يونايتد عمرهم ما هيحققوها تاني. ما انا عاوز ارتاح يا حامد، انا تعبان يا حامد يا اخويا، ده انا مدينهم يا حامد، انا عاوز ارتاح. لكنه كان متحكم في كل كبيره وصغيره في النادي، الاداره والملاك كانوا مجرد طرابيش وقفاص جوافه في النادي. طبيعي بعد ما يخرج تلاقي كل الاداريين مش فاهمين اي حاجه وتايهين، وطبعا عشان ده نادي جماهيري وبينافس على كل البطولات، اي مدرب هيوصل هيكون تحت ضغط كبير، ومحدش بيكمل ولا حد بيصبر عليهم ويبنوا مشروع من البدايه للرجوع. زي السيتي مثلا اللي فضل صابر على مشروع جوارديولا لحد ما حقق لهم الابطال، والدوري بالنسبه له دلوقتي اسهل من تفصيل سمكه بولتي. عدى عليهم مدربين كتير كلهم فشلوا من وجهه نظر الاداره، اهمهم جوزيه مورينيو. بس لو بصيت من بعيد هتلاقي ان مورينيو حقق كتير قوي بفريق الصناعيه اللي كان بيلعب بيهم دول. انت راجل ذوق. الله يخليك يا باشا. الله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. اهم انجاز هو الدوري الاوروبي في موسم 2016-2017. هو نفسه قال في تصريح ان اصعب واكبر انجاز عمله في تاريخه انه وصل اليونايتد مركز تاني في البريمير ليج، مش ثلاثيه الانتر ولا دوري الابطال مع بورتو، لا، مركز تاني في البريمير ليج مع مانشستر يونايتد. بقى انتوا هتفلحوا انتم.
لعيبه كتير ومدربين كتير اخرهم ابراهيموفيتش وكريستيانو اشتكوا وشتموا في الاداره وغبائها في التعامل معاهم، وانهم فعلا لازم يدوروا لهم على صنعه تنفعهم بدل الشغلانه دي. حتى انا العبد الفقير الى الله شايف ان تعيينهم لمدرب زي تين هاج بسبب تألقه مع اياكس كان سبب متخلف عقليا. اصل ما ينفعش تجيب مدرب كان بيدرب لعيبه شباب ومواهب صغيره عارف يسيطر عليهم ويعمل معاهم انجاز لنادي متطلب وكبير زي مانشستر يونايتد اللي مليان لعيبه كبار، ودول بيلعبوا في اقوى دوري في العالم مش في الدوري الهولندي. الموضوع كان صعب وما زال صعب لدرجه انهم فكروا في بيع اصول النادي للصندوق السعودي ومستثمرين عرب تانيين. بشتري اي حديد، اجيب اي بلاستيك، اجيب الموني، اجيب البيعه. بس تراجعوا عن القرار في اللحظات الاخيره. الغريب في كل ده ورغم الانحدار وصوره كل اسبوع بتاع تين هاج اللي بنحفل عليها دي انهم من فتره لفتره بيعرفوا يسلكوا بطوله زي الاف اي كاب اللي لسه واخدينها الموسم ده من مانشستر سيتي مرعب انجلترا، وده بيدل على ان لسه في روح في الفريق وفي امل انه يرجع من تاني، على الاقل ينافس في الابطال تاني لو ظبط نفسه. انت كداب على فكره. رغم ان الحمار هيفضل طول عمره حمار، وهنا بتكلم عن الاداره اللي لسه لحد دلوقتي بتعمل غلطات كارثيه زي صفقه كازاميرو مثلا اللي واخدينه ب 80 مليون من مدريد بعد ما شطب كوره، ودلوقتي في كلام انه هيروح للدوري السعودي اونطه من غير اي استفاده. وقبل ما اخش على انواع المشجعين بفكرك لو مش مشترك في القناه اشترك وشغل الجرس لو عجبك المحتوى، ويلا بينا على النوع الاول. حمدون الاصلي. حمدون الاصلي يتميز عن حمدون العادي. حمدون الاصلي ده هو حجر الاساس لكائن الحمدون. فاكرين لما قلت في فيديو مشجعين مدريد ان حمدون كبر على حب رونالدو في اليونايتد، بعد كده خلع على مدريد مع رونالدو في 2009. حمدون الاصلي بقى للاسف معرفش يخلع مع اللي خلعوا على مدريد، وبيضرب نفسه 100 جزمه انه ما سابش اليونايتد وراح يشجع مدريد دلوقتي. انا هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي خلاص والنبي اليوم اللي شفتك فيه. وهنا في سببين انه ما سابش مانشستر عشان ريال مدريد. السبب الاول ان ريال مدريد اصلا كانت حالته تصعب على الكافر الفتره دي، ومانشستر يونايتد كان في ازهى عصوره. فمين مجنون ممكن يسيب فريق لسه فايز بدوري الابطال ويشجع فريق بيخرج من دور ال16؟ ده غير ان الفريق كان مليان نجوم معروفه في 2009 ومدريد كان لسه على الله حكايته. كان عامل ميركاتو محترم بس الاسماء المطروحه ما كانتش معروفه قوي لمشجعين اليونايتد او الدوري الانجليزي. السبب الثاني الدوري الانجليزي. حمدون الاصلي قال لك هو انا هسيب الدوري الانجليزي واروح اتفرج على دوري توم وجيري ده؟ خليني هنا مع اليونايتد وفي الكلاسيكو هبقى اتفرج على كريستيانو وهو بيهلفت برشلونه. فهتعدي السنين وحمدون الاصلي اكبر ندم في حياته هو تشجيع النادي ده، وللاسف مش عارف يخلص منه عشان خلاص كبر معاه ومش هيعرف يسيب النادي اللي بيشجعه بالسهوله دي. كريستيانو ورطه في حب اليونايتد وخلع بعدها، ولما رونالدو رجع تاني لليونايتد حمدون الاصلي اقام الافراح وفرش الموائد ومشي في الشارع يرقص عريان، وحصل بيف ما بين كريستيانو وتين هاج وخناقه حواري وتلقيح وكيد نسوان وحاجه قرف. ده يطلع بتصريح وده يطلع بتصريح، ده يقول لك عجوز ومنتهي وبيعطل الفريق، وده يقول لك ده مش مدرب كوره ده نجار اولوميتال. ما هو مش كل ولا قرع بقى مدرب محنك وفيلسوف، وبدا يشوف اسطورته بيقعد دكه كل ماتش وبيتهان قدام عينه، فعمل حمله على تين هاج اترد عليها بحمله من النوع الثاني اللي جاي ده. النوع الثاني الشياطين الحمر، زيه زي اي مشجع طبيعي لاي نادي في العالم، بدا يشجع النادي بسبب لاعب او مدرب او عده لاعبين مره واحده. يعني القديم قوي منهم شجع اليونايتد بسبب ثوره اليكس فريكسون في الدوري الانجليزي، القديم مش قوي شجع اليونايتد بسبب بيكام وجيجز، القديم سيكا شجع مانشستر بسبب كريستيانو وسكواد 2007 و2008 ده كله على بعضه، والجديد شجع النادي بسبب لا يعلمه الا الله. اصلك لو بتشجع اليونايتد بعد 2013 فانت محتاج تكشف عند دكتور نفسي. شجعت النادي عشان مين مثلا؟ فيلايني، الموهبه الجوهره مارسيال، ايا كان شجع اليونايتد ليه فليه كل الاحترام انه شجع نادي بقاله 11 سنه مش منافس على دوري وبيتاهل للابطال سنه وما يتاهلش 3، ويا دوب بيجيب كاس كل فين وفين. ايا كان شجع النادي امتى وليه وعشان مين فهو مشجع اصيل، شاف نادي في ازهى عصوره، وشاف نادي في احط مستوى ممكن يوصل له، شاف اساطيره بتمشي واحد ورا التاني، وشاف لاعبين كوره ما يعرفوش اي حاجه عن الكوره بتلعب في النادي، شاف الافضل في التاريخ بالنسبه لهم بيسيبهم مرتين وما تهزوش، شاف اعظم مدرب في التاريخ بيعتزل قدام عينه وبرضه ما تهزش. وزي ما قلت لك الحمله اللي اتعملت ضد تين هاج واداره اليونايتد اترد عليها بحمله من النوع ده. مش بالضروره طلع شتم كريستيانو وقلل منه زي ما جماعه المحنكين ما بيعملوا عشان يبينوا انهم فاهمين في الدنيا والمال والبنون، لا عادي بكل بساطه واريحيه قال لك طالما المدرب مش شايف انه هيستفاد حاجه من لاعب معين فلازم نمشي مع المدرب لانه المفروض اهم من لاعب عنده 37 سنه بيشطب، وطبعا مصلحه النادي بتيجي قبل اي لاعب. المشجع اللي عنده منافسه شرسه مع كذا غريم، مانشستر سيتي وديربي مانشستر، ارسنال والتحفيل عليهم، بس عدوه الاول والاخير هو ليفربول، واي مشجع مانشستراوي اصلي بيكره ليفربول اكتر ما جماهير الريال والبرشا بيكرهوا بعض. دول كانوا نوعين لمشجعين مانشستر يونايتد، هنكمل عليهم في حلقه تانية جايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو المحتوى عجبك وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي في الكومنتات انت انهي نوع، وقول لي برضو عايز انهي لاعب او نادي او مشجعين في الحلقه الجايه. سلام.